السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا أخوكم شاب مصري من محافظة سوهاج في مصر. عايز أتكلم عن رموزنا الوطنية وكيف إن الاستعمار الماسوني كان بيضحك علينا وإحنا شعب طيب بنصدق أي حاجة. هتكلم عن رمز وطني لا زال ولسنين طويلة رمز الوطنية المصرية، وهو سعد زغلول. الراجل ده من أكبر عملاء الإنجليز، والأمر واضح جدا. ولو انت فكرت شوية 5 دقايق كده مع نفسك بمنطقية شديدة هتلاقي العملية واضحة جدا، وهقدم لك بعض الدلائل اللي هي قدام عينك وانت ما شايفهاش. هأكد لك كلامي. سعد زغلول زعيم الأمة وقائد ثورة 19، مراته أم المصريين سيدة صفية زغلول هي بنت أكبر عملاء الإنجليز اللي هو مصطفى فهمي باشا. تمام. سعد زغلول ده من الفلاحين، ومصطفى فهمي باشا من الاتراك. في الوقت ده كان الاتراك بينظروا المصريين بكل احتقار، فازاي تم الزواج ده بين سعد زغلول ومراته؟ مصطفى فهمي باشا من اكبر عملاء الانجليز في الوقت ده، وصديق شخصي للورد كرومر الحاكم الانجليزي في الوقت ده. مراته صفية زغلول لها دور قيادي وفعال في قضية خلع الحجاب عن المصريات والمؤتمرات اللي كانت بتحصل عملية خلع الحجاب، وهي من أول واحدة وعملت كده في ميدان التحرير، خلعت الحجاب في مؤتمر وكانت حاضرة فيه بعض رموز النسائية في الوقت ده. سعد زغلول هو رئيس مجلس النواب، يعني زي مجلس الشعب دلوقتي، ورئيس محكمة وما كانش واخد ليسانس حقوق. كان معينه مستشار في المحكمة في وزارة العدل وما كانش واخد ليسانس حقوق، وحاصل على رتبة الباشا، ورئيس وزراء. في سنة 1906 عينوا الإنجليز بمنصب وزير المعارف، يعني زي وزير التربية والتعليم دلوقتي، وحاول استبدال اللغة العربية باللغة الإنجليزية، يشيل العربي ويحط الإنجليزي. أخوه فتحي زغلول كان رئيس المحكمة، هو الرئيس المحكمة مش عضو فيها، كان رئيسها، اللي حكمت على المصريين في دنشواي بالإعدام. سعد زغلول هو أول رئيس للنادي الأهلي. النادي الأهلي ده أنشأه راغب باشا، أحد قيادات الماسونية في مصر، وكان أنشأه الإنجليز عام 1906 أو 1907 علشان يلهوا الشباب المصري عن القتال والكفاح ضد الإنجليز. كان هو أول رئيس ليه. النادي الاهلي لغايه في عهد مبارك هو النادي الوحيد اللي كان بيلهوا بيه الشعب المصري، يعني مخططات الانجليز من 100 سنه بالنسبه للنادي الاهلي كانت مستمره حتى في عهد مبارك. الشخص ده اللي هو ليه كل المناصب دهيت، رئيس وزراء ورئيس مجلس الشعب وكان رئيس الوفد وما الى ذلك، يعني ازاي شخص بهذه التركيبه يكون قائد وزعيم ثوري؟ اي واحد ضد الحكومه وصاحب ثوره يا اما مكانه القبر يا اما مكانه السجن. كمان بالنسبه لسعد زغلول كان ليه فضايحه في مجال القمار، كان مقامر وكان عندي داء القمار، مقامر. كان صديق شخصي لقاسم امين محرر المراه المصريه، وكان زميله في المكتب. لما تفكر شويه كده هوت، ازاي شخص ليه كل الصفات دهيت يكون صاحب ثوره ووطني وزعيم شعبي ولا زال زعيم شعبي حتى اليوم؟ احنا مش عايزين نضحك على نفسنا ونفكر شويه. على فكره المعلومات اللي بقولها لك دي مش صعبه، هي موجوده في التمثيليه بتاعه قاسم امين اللي بتيجي في التلفزيون، والعمليه واضحه جدا. وشكرا.